كل الهلا بأحلى متابعين قناة مطبخ جوجو المتميز. حبايبي شلونكم اليوم؟ شخباركم؟ مثل ما تشوفون اليوم راح نسوي وصفة كلش سهلة وبسيطة. بس أول شي اعذروني على صوتي لأن أنا اليوم إنفلونزا، وما شاء الله الشتاء عيباغتنا، مرة يجي ومرة يختفي، مرة يجينا البرد ومرة يختفي، فالصوت دمار. فيلا خلونا نبدي بالوصفة ونقول بسم الله. راح نحتاج أول شي اللبن غنم بقر جمس، ما مشكلة، أي لبن عندكم، بس هنا أنا شوي وخرت القشوة. راح أحتاج تقريبا معلقتين من اللبن، هنا استخدمت لبن البقري، وراح أضيف معلقة من السماق، وتقريبا فصايتين من الثوم، وتقريبا 3 معالق من يعني خلينا نقول 3 معالق من الدبس الرمان، وراح نخلي شوية ملح ونخلط المكونات كل زين. شنو هذا يا جوجو؟ هذه الصوص اللي راح نخليه يم الطبق اللي راح نسويه. راح تقولون شنو راح نسوي اليوم؟ راح أسوي صراحة مرة اشتهيت المسخن كلش عجبني، الأردني، أعتقد هو المسخن أردني، أردني يمكن فلسطيني، والله ما أدري، بس المهم اشتهيته فسويته مرة. ما حبيت الوصفة لأن كلش دهينة وبيها زيت زيتون، فحسيتها ثقيلة، بس قلت ليش ما أسويها بطريقة كلش سهلة وبسيطة وأسرع وأنجز. فبنات مثل بدو تشوفون خلطت الصوص كلش زين وسويته يعني بخبز لبناني، يعني بطريقة كلش سهلة وكلش طيبة. فراح انتوا تعتمدوها أكيد مثلي، وكل ما تشتهون المسخن راح تسووها بهذه الطريقة لأن كلش طيبة. بس والله بنات خلطت المكونات كلش زين وخليتهم بصفحة حتى بعدين أستخدم منهم هم للتقديم وهم أخلي شوية عجينة يعني بالخبزة. هسه شوفكم شلون. هنا راح نحتاج صدر دجاج أي نوعية عندكم، لا تتقيدون بولا نوعية أكيد. راح أحتاج كمية من الصدر. أني هنا تعرفون إحنا أمهات البيوت ما نوزن الأكل يعني الصراحة، فاحتاجت كمية منه وخليت يعني حسب ما أنتوا أفراد عائلتكم كم نفر أنتوا تحسون إنه تكتفون بالكمية سووها، ولا تتقيدون بالتقطيع، أي أشو ما تقطعوها قطعوها. يعني شوفوا شلون أنا قطعتها هيك مثل أصابع. هنا مي حار أو مغلي، خلينا نقول غلينا المي وخلينا بيه ورق غار للزفر طبعا حتى يشيل لنا الزفر، وخليت شوية ملح وراح أخليهم يغلون. بس بنات هنا أهم خطوة، لا تخلون القبق وتعوفوا، يعني ظلوا راقبوه لحد ما يغلي عندكم، يصير عندكم هذا الطبق من الوغف كله تشيلوه، يعني ما تخلون ولا نقطة من الزفر هذا يظل من وجه. لمن ينشال كلش زين تقدرون تقبغونه وتعوفوا تقريبا 10 دقائق إلى 15 دقيقة حسب ما أنتم تشوفون صدر الدجاج لان عندكم واستوى وتتأكدون أنه استوى، هذاك الوقت تطفون عليه النار. أوكي، يعني خلينا نكون متفقين أنه هذا الزفر ينشال حتما بدون نقاش، يعني حتى ينطينا طعم كلش طيب وبدون أي نكهة زناخة. أوكي، شوفوا شلون اختبرتوا أنه استوى. راح أطفي على النار وأعوفه بصفحة. هنا بنات راح أحتاج البصل راح تقطعونه أكيد شرايح كلش رقيقة. يلا المهم غلسوا. راح نقطعه. والله هذا الفلاونزا ما أحكي لكم يعني لازق يومية داير على واحد بالبيت، يعني لحد ما عالجت الأطفال اندار علي أني وقال لي تعالي استلمك استلام الوحش استلمني أني، ماكو هيك طريقة يعني فظيعة، بحيث ما عاد أشوف راسي من رجلي. بس قلت لازم أصور لكم فيديو حتى إن شاء الله تعتمدون هاي الوصفة، يعني رمضان وهيك تعرفون قرب رمضان ولازم نسوي لنا أكلات هيك يعني مختلفة. بس والله بنات هنا خليت شوية زيت مع شوية زيت زيتون بالأسفل، كان ضال عندي خطية خلصان دلالو، خليت شوية وخلطتهم خلطة محترمة مع البصل لحد ما يذبل عندي كلش زين، يعني خلوه يذبل على نار متوسطة، يعني لا تخلوها على نار عالية. أوكي، فذبل عندي البصل، أضفت صدر الدجاج شوية فركة بيدي مثل ما تشوفون، وضفت له معلقتين من السماق وشوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح وأخلطهم كلش زين. بس هنا ما أعرف ليش حسيت إنه الكمية السماق قليلة، فقلت يا بنت تعال حطي لك معلقة ثالثة حتى يعزز لنا اللون ويعزز لنا الطعم وشوي يصير عندنا الحموضة أكثر، فتطلع عندنا الخلطة كلش طيبة ولذيذة. بس هنا بنات حاولوا تخلون الخلطة تبرد، يعني لا تعوفوها
حارة تشتغلون بيها، يعني لا تخلوها حارة وتشتغلون بيها خلوها تورد وبعدين اشتغلوا بيها. أوكي، وما عليكم من السحقات، خو أني كل فيديو راح أسحق، ما بيها مجال لأن مو بيدي. المهم ضفت هنا تقريبا ملعقتين من شنو هذا، دبس الرمان. اوكي اكو بنات يعلقوا لي دائما يقولوا لي على التيك توك، يقولوا لي انت ليش تقولي معلقه، ليش ما تقولي ملعقه؟ فاني ما اعرف اقول ملعقه، اعرف اقول معلقه، هاي اللي تعلمتها وهاي اللي متعوده عليها هنا انا ضفت شويه لوز وشويه جوز، تقدرون تستغنون عنها وتقدرون تضيفوها، بس كلش تعطينا طعم طيب. اني احب هاي قشط اللي تصير بالحشوات، بكل حشوة أحب أحطها، فتقدروا تحطون فستق، أي شيء أنتوا عندكم متوفر تقدرون. هنا بنات خليت عندي كيس من أو زرف أو شنو أنتوا تسموها، شدة ورد من الخبز اللفداني أو خبز الصاج، ولفيته. هنا يا حزينة راحت تفرح ما لقيت لها مطرح، عبالي عاد أصور وانقطع عندي التصوير وأني ما حاسة بنفسي. بس المهم بنات ما سويت شيء زيادة، بس إنه سويت مثل مثلثات مثل ما تشوفون، يعني لفيت يمين يسار يمين يسار، صار عندي مثلث هرمي وحشيت بيها، وبنفس بنفس الخلطة الصوص يعني صمغت بيها الأطراف. أوكي، وبس تغلف عندي. وهنا مثل ما أشوفكم إنه نفس الكيس اللي خبز اللبناني خليت بيها تفريزر رمضان. أوكي، يعني تفرزون بيها الكمية اللي تزيد عندكم وتحطوها بالفريزر من فترة طويلة كشمك عليها. هنا شوية زيت بخيت بالجهاز الشاورما وخليتهم لحد ما يستوون وجه وظهر. مثل ما تشوفون جهاز كهربائي كلش يخدمكم للسرعة خلينا نقول، وتقدرون تستغنون عنه أكيد إذا ما عندكم، يعني ماكو شيء صعب علينا إحنا العراقيين. هنا خليت لكم طاوة على النار شوية زيت، وخليت ال مثل ما تشوفون الأكلة أبيها أو الوصفة ما أدري شو يقولوا لها، المهم يعني خليت الخبزايات بيها والله مالي واهس حتى أحكي، بس إنه قلت لا لازم أصور فيديو وأتواصل معاكم. إن شاء الله نتواصل دائما بخير وصحة وعافية يا رب على الجميع. بنات لا تنسون تسووا لي لايك واشتراك للقناة حتى وتفعلون جرس الاشتراك حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله، وإن شاء الله قناتنا يكبر بأحلى متابعين يا ربي. بس والله بنات شوفوا شلون اتحمص عندي الوجه والظهر، كلش سهل وبسيط وسريع، وأكلة كلش مفيدة وخفيفة على المعدة، سواء للسحور أو بالفطور طبق جانبي أو أي شيء أنتوا تحبون تسوونه للعشاء، يعني أيام العادية. وطلع عندنا أحلى صحن مسخن بالخبز الصاج يخبل، سووه وصدقوني راح تحبوها كثير، والطعم ما أحكي لكم، الكل حب الوصفة وقالوا لي دائما اعتمديها لأن كلش طيبة. فأشوفكم بخير في فيديو جديد، يلا أحبكم، يلا باي باي.